صباح الخير. زي ما شفتوا في العنوان بالظبط، انا النهارده كده قررت ان انا اروح استقيل من الشغل. بصراحه القرار ما جاش فجأة، هو بقالهم فتره في الشغل بيخيرونا اخر كل سنه ان احنا نكمل السنه الجديده او ان احنا نستقيل وخلاص نسيب الشغل وكده. الموضوع كان محير، مفيش حاجة معينة في الشغل عايزاني اسيبها ومفيش حاجة معينة برضو عايزة اكمل عشانها، انا ما بين كده في النص، مش عارفة اكمل ولا لا. قررت ان انا احكي لكم كده وانا بعمل معاكم روتيني الصبح وانا نازلة. قررت النهاردة ان انا يكون شكلي حلو وان انا اكون لابسة دريس انا بحبه وبحس ان انا شكلي حلو فيه. كنت مهتمة ان انا احاول اخرج نفسي من مود ان انا خلاص هسيب الشغل او ان انا هكون بقى بستقيل من الشغل او كده. باني اعمل عادي سكين كير ليا، وحطيت امبارح قعدت احط مانيكير وحسيت ان انا كده اتس اوكي، يعني الموضوع مش فارق لي، فاهمين الاحساس ده. بس هنا كنت بوريكم اللبس وانا اللي هلبسه، وبصوا خلاص لبست. حبيت اعمل معاكم اللفة. المهم خليني ارجع لكم تاني. آم، فانا كان طول الوقت جوايا احساس ان انا هكمل او مش هكمل. طيب هتبقى سنة كويسة، لا دي هتبقى سنة صعبة. طب فاكرة الضغوطات اللي حصلت لك؟ طب فاكرة مش عارفة ايه اللي حصل؟ طب فاكرة بقى الموقف الفلاني اللي كنت قاعدة تعيطي عشانه؟ عايزة اوريكم بس انا نفسي قبل اليوم ده، قبلها بيوم انا كنت عاملة ازاي. يعني هحط لكم كده عادة صغيرة من شكلي وانا كنت حرفيا كنت منهارة وبعيط. الفترة دي ما كانتش لطيفة خالص بالنسبة لي، كانت صعبة جدا جدا جدا، يعني دعواتكم. بتحصل حاجات كتير قوي في حياتنا ولخبطة ومشاكل، مش مشاكل بتبقى في الشغل، بتبقى مشاكل عموما في الحياة مع ضغط الشغل، مع كده بتحس فجأة ان انت هتنفجر، ان انا صح ولا غلط. طب انا عايزة اتخلص من الضغط، طب اعمل ايه؟ طب اسيب الحاجة اللي في ايدي اللي هو الشغل دلوقتي، الحاجة اللي انا بعرف اسيبها، فاهمين؟ لو انا مش عارفة اتغلب على الضغط اللي في حياتي، فانا في حاجة مسيطر عليها او عارف ان انا اتحكم فيها، بروح جاية بقى هو ده اللي مفرغة فيها طاقتي. ممكن تبقى دي صح، ممكن تبقى غلط. انا كنت مستنيه ابص المدرسه وجالي، وانا كنت خلاص حاطه في دماغي دي اخر مره انا هركب فيها الباص وهودع كل حاجه. فكنت بحاول ان انا يعني اصور كده كل حاجه وبحاول ان انا اكون مبسوطه ما اكونش متضايقه. طريقي بياخد حوالي من ساعه لربع ساعه، فكنت كل يوم بنام في الوقت ده لاني ببقى مش نايمه كويس. في اليوم ده ما قدرتش انام خالص خالص طول الطريق، كنت قاعده بس بتفرج كده على الطريق وخلاص. دماغي عمالة تفكر، دماغي عمالة تودي وتجيب، طب ايه اللي هيحصل؟ طب يعني لو انا عملت كده هعمل ايه؟ ما كانش عندي اي بلان وما كانش عندي اي خطة خالص. خلوني بقى اكمل لكم ايه اللي حصل بالظبط بعد ما روحت البيت، عشان ما كنتش عارفة اصور كل الحاجات. رحت لقيت HR عشان امضي الاستقالة وكده. وقتها اول ما طلبت ان انا امضي الاستقالة بدأوا ان هما يسألوني عن السبب، وفجأة لقيت ان هما بيقنعوني بشكل كبير جدا ان هو طب ليه، طب حاولي مرة تاني، طب الحاجات اللي كانت مضايقاكي نحاول ان احنا نحلها. وحسيت ان هما بيحاولوا يقنعوني بشكل كبير قوي ان انا اكمل. فحسيت فجأة بدون اي مبررات، انا كنت اوريدي واخدة قرار ان انا بدأت اقتنع او ان انا حاسة ان انا اوكي ممكن افكر تاني. حتى هي وقتها قالت لي خدي نص ساعة كده فكري وارجعي تاني قولي لي لو انت عايزة الاستقالة هنمضيها على طول، لو انت عايزة اوكي ان احنا نمضي العقد فبرضه هيبقى كده على طول. بس بدأت ان انا رحت تاني، زمايلي بدأوا يقنعوني، كل ما اتكلم مع حد يحاول ان هو يقنعني بان انا اقعد. عايزة اقول لكم على حاجة، او النتيجة من ده خالص بان احنا بنصلي استخارة. كتير مننا بيصلي صلاة استخارة بس بيرجع يقول لنفسه انا مش عارف اخد القرار الصح. طب هو انا مثلا لو رفضت الحاجة دي ده كده هيكون القرار الصح؟ طب لو وافقت ده الصح؟ احنا فعلا ما بنكونش عارفين، انا كمان زيكم، ولكن بناء عن تجارب كتير قوي وعن صلوات استخارة كتيرة جدا، ودي حاجة انا بعملها الحمد لله في كل ستيب باخدها في حياتي، هو اني بكون متوكلة على الله عز وجل، وبكون دايما بصلي استخارة على اي حاجة صغيرة او كبيرة. فاعرف منين؟ هو انك بتمشي مع الحاجة اللي قلبك مايل لها اكتر. يعني مثلا انا في الموضوع ده مثلا كنت مصلية استخارة وصليت استخارة الحمد لله كذا مرة، ف
انا مثلا كنت مايله اكتر ان انا استقيل اكتر من ان انا اقعد في المدرسه، شايفه ان مثلا هكون كده مرتاحه اكتر خلاص. ففعلا اخدت القرار ورحت. بس لو انا ربنا سبحانه وتعالى مش رايد لي ان انا استقيل، فهوقف في طريق الناس اللي تعترض على الحاجه دي، اللي هي تقنعني بعكسها. فدي كده نتيجه الاستخاره الصح، اللي هو انتي بيحصل اللي ربنا سبحانه وتعالى عايزه ليكي، فاهمين؟ بس فانتي بتروحي تجاه القرار اللي قلبك مايل له اكتر وبتمشي معاه. وبعد كده لو هو قرارك ده مش صح، ربنا بييسر لك حد او بيسبب لك حاجه معينه علشان تقولك ان قرارك ده غلط، وان انت لازم تاخدي القرار التاني، وتفضلي كده. احيانا ممكن بقى ايه، تاخدي قرار وبعد كده تلاقي حد ودى قرارك في حته تانية، فتاخدي القرار العكس، بعد كده ترجعي تاني القرار الصح، لحد ما تلاقي ربنا سبحانه وتعالى بييسر لك ان انت خلاص بتاخدي القرار الصحيح بتاعك. فاهمين قصدي؟ وخلاص مضيت العقد فعلا في شغلي الجديد. انا عايزاكم تدعوا كتير، لان انا مش بمر بألطف فترة في حياتي دي، شوية لخبطة كتير جدا. ممكن ارجع تاني استقيل وممكن اكمل، مش عارفة. القلب بيكون رايح اتجاه وبيميل تاني لحاجة تانية، قلقان شوية، توتر. فادعولي ان ربنا يصلي اموري كلها، وانا بدعيلكم كتير ومش ناسياكم. وبالرغم ان احنا انقطعنا كده فترة طويلة عن بعض، الا اني حبيت لما ارجع لكم بتجربة كده واقعية انا عشتها. بتمنى لكم كلكم السعادة. وقولولي كده تحت في الكومنتس لو انتوا حبيتوا النوع ده من الفيديوهات ولا لا، ولو حبيتوا قولولي حابين نعمل ايه تاني، ونرجع بقى ان شاء الله قوي من الاول بايه. معلش انا بتكلم بهدوء شوية وبالراحة مش كالعادة، لان انا الفترة دي مش excited قوي، او مش حاسة بنفس الحماس اللي كان عندي في الاول. فان شاء الله نرجع تاني احسن من الاول، واعمل لكم فيديوز كتير. بحبكم جدا جدا جدا. ما تنسوش ان انتوا تشتركوا في القناه، وترجعوا تشيلوا السبسكرايب او الاشتراك، وتعملوا تاني بحيث لما انزل اي حاجه توصل لكم بسرعه. بحبكم جدا. اشوفكم ان شاء الله بخير في فيديو جديد. سلام عليكم.